الولد ما كان مخطئ. هلا وين كنا درباس طيبه. الحمد لله. شلون رشد والله الحمد لله وحد شلون درباس طيبه. الحمد لله رب العالمين. مرحبا جوارات. شلونك؟ كريمة ستة وبما كرمتنا بولو عم بوش الحمد لله بوش الحمد لله رب العالمين. بس كيف كل حتى الحمد لله. بعدينك خارج بيونه وجع من ايش نوبه؟ ايش نوبه؟ لا رجع من بين وشيل واقع مولي خولي خوب وعمل ساعات واخش ساعات. مرحبا جوارات. هلا وين شلونك؟ شلونك انتو؟ كيف في ظل استمرار معاناة شعبنا المهجر قسرا من عفرين إلى مخيمات شهباء وأحياء حلب، ووسط الوضع الصعب الذي يعانيها شعبنا وفقدانه لكثير من المستلزمات المعيشية، فإن ما حصل من كارثة مؤخرا زاد من تلك المعاناة، وساهم الزلزال الذي حصل نحو صعوبات جديدة للمعاناة المذكورة. رغم أن البنية التحتية في هذه الأماكن ضعيفة، وقد شاهدنا قبل مدة قصيرة انهيار لمبنى سكني في الشيخ مقصود قبل الزلزال، وراح ضحيتها العشرات بينهم أطفال ونساء، فإن المخاوف ازدادت أكثر بعد ما حدث. في ظل هذا الواقع الصعب والإمكانيات المعدومة وتجمع الأهالي في الساحات والشوارع خوفا على حياتهم، فإن شعبنا المهجر في حلب ومخيمات الشهباء بأمس حاجة لأن يتم الوقوف معه ودعمه في هذه المحنة، إضافة لتقديم الدعم لكل المتضررين، خاصة وأن شعبنا في الشهباء وحلب قد تهجروا وعانوا الويلات على يد تركيا ومرتزقتها. نطالب نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من هنا بالاستجابة لحملة التبرع التي بدأتها الإدارة الذاتية في الداخل وعبر الهلال الأحمر الكردي في الخارج، وندعو العالم أن يلتفت لهذه المعاناة والصعوبات التي يعانيها شعبنا وسط استمرار المخاطر أمجي بنوبي ريبابري مجلسا كانتونا عفيني مشاهبة أم بخير هاتني حوالد خادكن ميباني خادكن شاندايب ريبابري بسر باكر رجلاتي سوري بيس بيجيشتن آلاني ما نها أم القوم بسر دمينا أم بخير هاتني ونادكن أم سباسي ونادكن براستيجي وانا دخست بلكم في زوتر جيبا هاتا لحمي مجول بون بوياري بوي اردجي بوي كاريساتي بوي حمي فيرا مجول بون جبر وياكي يعني دمي درفات هاتا تشيكرن ديرك باغوان دنما ام تكلي دابون الي كاري كيلي دسبيكي دا ساعتي دسبيكي دا ريبابري خصوصا بملتي خورا چل شعبات با چل ملی دند با ایشی وانا پار باکر در فتح هی پار باکر. في هذا السياسة سالن خيرات. دشاركي هذه المدينة داروج روج دميلين. يكينا وشما أفشار سرقة عفينة تكرن. شما جبر بكردن. دروجا يرودا غزبك الطبيعة جبوق قانون جبو بهنا دماغ دولت خازن درواز عفن آلیکاری بقدمینه او شرطه او دولت تركيا جبونا. هذا واجبنا. فعندما نقول نحن في الإدارة الذاتية في الائتلاف الذي يؤتمر بأمرة أردوغان حال دون وصول المساعدات لأهلنا في المناطق المحتلة، وكذلك الأمم المتحدة غضت الطرف ولم يكن هناك فريق إنقاذ موجود ليساعدنا، فيجب أن نأخذ من هذه الحالة عبرة لكل السوريين. كل هذا دمنا رخيص، كل هذا أرواحنا لا تسوى شيئا أمام العالم. أين الأمم المتحدة؟ أين المؤتمر الإسلامي؟ أين الجامعة العربية؟ أين المنظمات الدولية؟ أين منظمات المجتمع المدني؟ يتخذون قرار الفيتو الروسي والصين بإغلاق كافة المعابر من أجل إرضاء أردوغان وزباريته. عتبا على الشعب السوري أن ينهض ويصحو من غفوته. هذه الأرض للسوريين، هذه هي ملك السوريين، لا هي لإيران ولا لروسيا ولا لتركيا ولا لأمريكا، إنما للسوريين.
فيجب علينا أن نصحو من كبوتنا وغفوتنا